خلينا متفقين ان نجاح او فشل اي تورتاية متوقف على الكيك نفسه. لو الكيك بتاعك طلع حلو جدا وهش زي بتاع المحلات وسفنجي كده في نفسه، يبقى تأكدي مليون في المية ان التورتاية بتاعتك دي او قطعة الجاتو هتتحدي بيها اي محل حلويات. علشان كده في فيديو النهاردة جايبالكوا وصفة حلوة جدا. الاسبونج البيتي ان شاء الله هتعمليه وتعتمديه للتورت والجاتوهات بتاعتك، وزي ما انتم شايفين كده شكله تحفة جدا جدا. ويلا بينا نشوف مقادير الاسبونج كيك بتاعتنا. عندي هنا نص كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، انا جايباه بالشوكولاتة. لو انت عايزاه بالفانيليا هاتيه دقيق اسبونج ابيض. وكمان عندي هنا 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وعندي كمان نص كوباية من المية. وعندي هنا كمان صينية مقاس 20. أنا جبت الصينية بتاعتي ودهنتها دهنة من الزيت وعفرتها بالدقيق بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وهحط في الحلة كده من تحت ورقة زبدة، وهحط الحلة بتاعتي على جنب. وأنا طبعا في الأثناء دي بكون مشغلة الفرن بتاعي على أعلى درجة حرارة. أول حاجة هجيب الدقيق بتاعي وهنزل بيه على البيض بالشكل ده، وطبعا هندخل الدقيق. مرحلة نخل الدقيق مهمة جدا علشان الكيكة تطلع معانا عالية. ولو انت حابة تحط فانيليا في كيكة الشوكولاتة ممكن تحط فانيليا، لكن انا ما بفضلش مع كيك الشوكولاتة ان انا احط معاها فانيليا خالص. وهنزل كده بنص كوباية المية. وطبعا المكونات بتاعتنا بدرجة حرارة المطبخ. مبدئيا كده انا هخفق المكونات على سرعة هادية لحد ما المكونات تتجانس مع بعضها، وبعدها هعلي السرعة كده شوية وهستمر بالضرب لمدة 10 دقايق. هتلاحظي كده ان الخليط بدأ ان لونه يفتح والقوام بتاعه بدأ ان هو يتقل ويكون كريمي معانا. وطبعا كيك الاسبونج انا عملته معاكم قبل كده كذا مرة، بس بيجيلي تساؤلات كتير جدا ازاي كيك الاسبونج بتهبط مننا في الفرن. طب ليه؟ طب هي بتطلع معاكي عالية كده ازاي؟ انا هقول لكم تاني التفاصيل وازاي تطلع معاكي عالية وناجحة كده. وكده خلاص الاسبونج بتاعنا بقى جاهز، وهو ده قوام الاسبونج اللي احنا عايزينه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هجيب بقى الصينية بتاعتي زي ما قلت لكم، صينية مقاس 20. انا دهناها دهنة من الزيت وعفرتها بالدقيق بالشكل ده، وهحط فيها الخليط اللي انا عملته دلوقتي. وهو ده قوام كيك الاسبونج. انا مش مسرعة الفيديو علشان تشوفوا قوام الكيك بتاعنا عامل ازاي. نزلت بالخليط بتاعي كله في الصينية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده همسك الصينية بتاعتي هخبطها خبطتين كده على الرخامة علشان ما يبقاش فيها اي فراغات. وبعد كده هدخلها الفرن اللي انا مشغلاه مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة الا ربع. وضروري طبعا يكون الفرن سخن علشان الكيكة ما تهبطش مني. بعد ساعة الا ربع بختبرها بالسكينة، لو طلعت نظيفة يبقى هي استوت معايا. ومجرد ما بتستوي بطفي عليها الفرن وبوارب عليها باب الفرن كده شوية صغيرين، وبسيبها 10 دقايق بس علشان لو خرجتها في الهواء على طول ما تهبطش مني. واختبريها بالسكينة أو بخلة، لو طلع فيها عجينة هدخلها الفرن تاني لغاية لما تاخد السوا بتاعها المطلوب. أما لو السكينة طلعت نضيفة معاكي تسيبيها تبرد خالص، وبعد كده بنقلبها. هفك الكيك عن الحلة علشان يسهل عليا إن أنا أطلعها، وهشيل ورق الزبدة اللي عليها كده، وبكده أكون خلصت كيك الشوكولاتة. شايفين ما شاء الله طرية وهشة ازاي؟ يبقى زي ما احنا عارفين من أهم نجاح كيكة السبونج إن الفرن لازم يكون متسخن قبل كده. وكمان أهم حاجة ما تفتحيش عليها الفرن غير لما يعدي عليها نص ساعة وأكتر من نص ساعة كمان علشان الكيكة ما تهبطش منك. وبعد ما بخرجها من الفرن بسيبها تهدى كده شوية، وبعد كده بقلبها، وبعد ما بتبرد تماما بغلفها وبدخلها التلاجة وبشتغل فيها تاني يوم. وانا كده خلاص خلصت فيديو النهاردة. يا رب كيك السبونج بتاع النهاردة تكون عجبكم، وان شاء الله يا حبايب قلبي استنوني بقى في الفيديو الجاي وانا بزين لكم الكيكة القمر دي. انا هزينها ان شاء الله بالفراولة، وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا. وانا كده خلصت الفيديو بتاع النهاردة. توحشوني لغاية الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.